القيم بيقول من عقوبات الذنوب والمعاصي الحرمان من جائزه عظيمه جدا. هقول لك مثال وهتعرف المصيبه اللي جايه دي. انت دلوقتي لما تقابل راجل صالح، ايه اول حاجه بتيجي في بالك؟ تقول له ايه؟ ادعي لي، صح؟ ادعي لي ربنا يهديني، ادعي لي ربنا يسامحني. فبترجو ان ده الصالح ده اقرب الى الله منك، فاذا دعا لك يمكن الدنيا تتفك ايه كربك. تخيل بقى لو قابلت ملك من الملائكه بقى وعندك فرصه ان انت تطلب منه طلب، لا شك ان ده يعني حاجه عظيمه جدا، احسن من الراجل الصالح بكتير، ده ما بيعصيش اصلا. تخيل بقى قابلت ملك من ملائكه العرش اللي هو بيحمل العرش، يعني اقرب ملك الى الله، يعني ده قريب قوي، يعني دعوته ده بقى مش واصل خالص، ده بيحمل العرش، وتعرض عليك ان الملك ده يدعي لك، تقول لي انا كده عديت، انا كده عديت. تخيل بقى الملك ده هو لوحده من غير ما تطلب منه بيدعي لك، بشرط ان تكون تائبا. اذا تبت من غير ما تطلب الملك ده بيدعي لك، بل مش ملك واحد، كل حملة العرش بيدعوا لك. ولو ما تبتش مش هيدعي لك. ده الحرمان اللي بيحصل للعاصي. قال الله تعالى في سورة غافر، حتى السورة اسمها غافر الذنب، سبحان الغافر، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. تحط تحت تابوا دي 1000 خط، هي دي اللي بتطلع العاصي. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم.